أول رد رسمي من اليمن على نظرية المؤرخ العراقي فاضل الربيعي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة صنعاء، في مقال صحفي نقلته صحيفة رأي اليوم من لندن. يقول ابن حبتور: الربيعي مفكرا ثوريا يعيد قراءة السردية اللاهوتية. عبد العزيز صالح بن حبتور: علينا في البدء معرفة الإجابة على السؤال الآتي: من هو فاضل الربيعي الذي أثار ذلك الكم الهائل من الجدل في وسائل الإعلام العربية والأجنبية وبين الباحثين الأكاديميين والمثقفين عموما حول اجتهاده الجريء الذي سيقلب موازين دروس التاريخ الإنساني رأسا على عقب إن صحت نظريته؟ تلك الاجتهادات التي ستجابه بمفاهيم وروايات وسرديات تاريخية قد تحولت إلى مسلمات قطعية بعمر قارب 3000 عام، وأن مجرد الاقتراب منها أو التشكيك بها تعد محرمة بالمطلق لدى عموم الناس في العالم ولدى الاختصاصيين والمستفيدين من بقاء الرواية على حالها. لم يكن المفكر العربي العراقي فاضل الربيعي هو الباحث الأول في هذا المجال، بل سبقه المؤرخ العربي من لبنان المفكر كمال الصليبي، الذي أشارت أبحاثه بأن الديانة اليهودية نزلت في الجزيرة العربية وتحديدا على سلسلة جبال السروات اليمنية منطقة عسير. ولن يكون الربيعي هو الأخير الذي يخوض تجربته البحثية العلمية المعقدة ذات الإشكاليات التاريخية والدينية المرتبطة بجذر الديانات السماوية برمتها. وهنا تتجلى تفرد ثنائية الشجاعة الفكرية الاستثنائية لديه ومقدرته الذاتية على تحمل تبعات النتائج المترتبة على الخوض في تلك القضايا الشائكة جدا. إن محاولة خرق وهز المسلمات التي تعامل معها الغالبية الساحقة من المؤرخين والمهتمين وصدقها العامة من الناس، ناهيكم عن تلك المجموعة من المؤرخين الصهاينة الذين هندسوا ببراعة نادرة تزوير التاريخ الإنساني برمته، وهم علماء الاستشراق اللاهوتي، ومجرد الاقتراب منها هي تجربة شجاعة وستؤسس لعلم الأنثروبولوجي من جديد لتعيد الحق لإصحابه في الجغرافيا والتراث والتاريخ، خاصة إذا سلمنا بفرضية نجاح النظرية الجدلية التي حاجج صاحبها متكئا على الفرضيات والمعطيات العلمية واللغوية التي بذل صاحبها الغالي والنفيس كي يصل إلى ذلك الاستنتاج الذي سيشكل لا محالة في زمن ليس ببعيد ثورة جديدة في هذا الحقل المعرفي الهام. ليس من السهل البتة على المفكر المؤرخ اختراق تلك المسلمات التاريخية التي تعود الناس على سماعها وسردياتها القصيرة والمطولة من قبل جهابذة الأحبار والكهنة والقساوسة، لأن الوعي الجمعي التراكمي الذي ساد لقرون من التاريخ كانت هي معيار الفهم للأحداث والوقائع في التضاريس الطبيعية والدينية، وبالتالي يحتاج أي مجتهد إلى أدوات وأساليب وبراهين كي يقنع بها الاختصاصين من الناس، لأن تلك الأفكار الجديدة ستواجه بمقاومة جادة وشديدة كي لا يتم تمريرها على الناس، من باب أن الإنسان عدو ما يجهل، ونتوقع أن تواجه النظرية الجديدة صد وعداء من قبل خصوم وأعداء الفكرة الجديدة برمتها، وهم طيف واسع من الباحثين الاختصاصيين الذين يفكرون بعقلية التفكير من داخل الموروث، أو كما يقولون من داخل الصندوق أو الكرتون. بذل المفكر الربيعي جهد مضاعف في شرح نظريته الجديدة التي حاول مرارا أن يعيد للناس كل الأسانيد والشواهد والنقوش إلى فكرة أن الترجمة للتوراة العهد القديم إلى اللغة العربية كانت مزيفة من قبل أحبار اليهود وحتى مؤرخي الحركة الصهيونية من المستشرقين، حتى بلغ التزوير في ترجمة المفردات والنصوص تصل إلى آلاف المغالطات، وهذا يعد كم هائل من التزييف ليقنع بها القارئ اللبيب بأن ثمة ما وراء الأكمة يجب فهمها وتصحيحها. المفكرون العصاميون الكبار يختارون أصعب الموضوعات كي يتحدون بها أنفسهم وذواتهم بهدف الوصول إلى استنتاجات كبيرة لم يسبقهم إليها أحد، والمفكر فاضل الربيعي أحد هؤلاء المجتهدين المميزين.
ما هي النتائج العلمية التي توصل إليها المفكر الربيعي في نظرياته الجديدة تجاه تاريخ ومعنى التوراة وعلاقتها بجغرافيا اليمن؟ أولاً، اقتحم المفكر الربيعي أسوار المحرمات المطلقة لدى الحركة الصهيونية العنصرية العالمية من خلال التشكيك حد النفي في صدقية النظرية الدينية اليهودية التي استمرت منذ أن قرر الأحبار اليهود إخراج دينهم من سياقه التاريخي الجغرافي وإلصاقها بتضاريس وجغرافيا افتراضية غير واقعية بنقلها من الجغرافيا اليمنية إلى جغرافيا الشام والعراق وفلسطين ومصر ولبنان. هذه شجاعة نادرة لا تتكرر في أحد سوى في شخص المفكر الربيعي. ثانياً، الفكرة في حد ذاتها تعد مغامرة خطرة ومحفوفة بالتحديات العظمى، لأن الخوض في سبر أغوار أقدم ديانة سماوية هبطت على الأرض بحسب اعتراف وتسليم الجميع بها. وتأتي نظرية المفكر الربيعي وتعيد تفكيك الرواية من جديد، فهذا عمل غير مسبوق ومغامرة كبيرة، لكنها جادة ستغدو بمثابة التصحيح للسرديات الصهيونية وستنصف تاريخ اليمن. نحن في اليمن نعتز كثيرا بتاريخنا وتراثنا الموثق بالنقوش والآثار والمخطوطات، ولأن تاريخ الحضارات اليمنية القديمة من سبأ وحمير ومعين وأوسان وحضرموت التي توحدت في دولة مركزية جامعة، لكنها حافظت على فكرة اللامركزية في الحكم والإدارة، وأبقت على مسميات الدويلات اليمنية آنفة الذكر، وصولا إلى الاحتفاظ بالاستقلالية النسبية لإدارة المخاليف. المفكر الربيعي اجتهد كثيرا وقرأ أكثر، وعاد إلى قراءة النقوش اليمنية والكتب والمخطوطات الأصلية، وزار المتاحف في كل من عدن وصنعاء، كما زار المكتبات العالمية، وذهب بعيدا إلى زيارة المواقع الجغرافية، وتسلق التضاريس اليمنية الوعرة، ووصل إلى تلك الاستنتاجات الثورية. ولهذا على الاختصاصيين والجهات الرسمية أن تجتهد اجتهادات تزيد قليلا عن ما توصل إليه المفكر فاضل الربيعي، لتنصب المهام القادمة في الاتجاهات والمسارات الآتية. أولا، تخصيص الموازنات المالية المجزية لدعم البحث العلمي عموما، وتخصيص موازنة خاصة للبحث والتنقيب عن تراثنا القديم الذي تعرض لإهمال كبير. ثانيا، تطوير أقسام التاريخ القديم في الجامعات اليمنية والتركيز فيها على هذا الاختصاص الهام جدا، نراجع فيه التاريخ وكتابات المؤرخين الثقات. ثالثا، حينما تتوقف الحرب في اليمن سيكون مفيدا توجيه الدعوة للدكتور فاضل الربيعي ليحاور وجها لوجه أهل الاختصاص من منتسبي أقسام التاريخ القديم في الجامعات اليمنية، كما تمت دعوته إلى سوريا ولبنان والسويد وفرنسا وبريطانيا والمغرب العربي. لو كان ما توصل إليه المفكر العربي الكبير فاضل الربيعي من اكتشافات نوعية بشأن التوراة المحرفة بعناية من قبل أحبار اليهود في بلد آخر غير اليمن، لتم الاحتفاء به كمخلص عظيم واستثنائي من شوائب التاريخ الصهيوني المقيت، ولكانوا مجدوا نظرياته الفلسفية العلمية من قبل جميع الشخصيات الرسمية والشعبية، من أعلى هرم المجتمع إلى آخر مواطن من الفلاحين في بلادهم، لأن ما تفضل به من اكتشاف كان عبارة عن زلزال مدون زلزل به العالم اليهودي والمسيحي على حد سواء، وهز المسلمات التاريخية للرواية اللاهوتية التوراتية الصهيونية في مراكز البحث العلمي على مستوى العالم، وصولا إلى الغرف المظلمة لصناع التزييف والمغالطات التاريخية للحركة الصهيونية على مستوى العالم. الخلاصة، يعد اكتشاف المفكر فاضل الربيعي، إن صحت روايته الجريئة حول المسرح الجغرافي والتضاريسي للتوراة، كتاب العهد القديم والجديد، وتبيانه الأمكنة والمدن والوديان والجبال والمعابد والهياكل، وكذلك الطقوس الدينية مع تطابقها للحضارة اليمنية وتسلسل حدوثها. حينها سيشهد العالم كله انقلابا ثوريا في مناهجه الدراسية وفي نصوص تاريخه وحتى في قوانينه وفي نصوص كهنته وأحباره وقساوسته، وبالتالي سيضع اليمن واليمنيين من جديد في قلب العالم واهتمام الإنسانية جمعاء، والله أعلم منا جميعا.
وفوق كل ذي علم عليم رئيس مجلس الوزراء صنعاء